السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات خديجة مرشد مع فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى من الله دائما تكونوا في أحسن الأحوال. ووصفتنا ديال اليوم جوج شهيوات معتبرين من عجينة وحدة. غادي نخرجوا جوج ديال الشهيوات الشنيك اللي كيجيو رائعين، والكرواسون صالي أو مالحة فعلا كيجيو رائعين، ووصفة ناجحة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم لايكاتكم حتى تعليقكم المحفزه، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. فرجه ممتعه. وغادي نبداو على بركه الله. عندي واحد 700 غرام من دقيق الفورس، ما يعادل واحد 7 ديال الكؤوس من نوع العنبه. ضفت عليهم ملعقه ونصف من الخميره الفوريه، وجوج معالق كبار من السكر، نصف كاس من الزيت. القياسات كلهم كناخذهم كاس العنبه، وكاس ديال الحليب يكون دافي. انا خويته في الجنب هكا باش ما يقتلش ليا داك التفاعل ديال الخميره. ملعقه صغيره مملوءه جيدا من الملح، وعندي كاس ديال الماء. هو باش غادي نعجن هاد العجين هذا. بالنسبه للماء فنضيفو كميه بكميه، ما نضيفوش الكميه كلها، حيت حنا هاد العجين هذا خصنا نتحصلوا عليه يكون قاصح. صافي كنضيف داك الكميه اللي تبقات ليا ديال الماء، غير واحد شويه هكا بما تجمع ليا. بالنسبه لكميه الماء كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، كاين اللي كيتشرب السوائل بزاف، كاين اللي ما كيتشربش السوائل بزاف. المهم انا كاس كامل ما درتوش، خليت فيه غير واحد شويه تقريبا نجهد واحد المعلقه. ف بغيت نتحصل هكا على واحد العجين يكون قاصح. كيف شفتوا العجين ديالي هو هذا. احتاجيتو كاس كامل ديروه، ما احتاجيتوهش كامل يعني ما تضيفوش كله الا ما محتاجينوش. صافي غادي ناخذ هذا العجين بعد ما عجنته، ما دلكتوش البنات، ما بلا ما تحتاجوا تدلكوه. المهم العجين ديالي هو هذا، كي شفتوه قاصح شكلته على شكل كره. غادي نغطي عليه بواحد البلاستيك غذائي، ونزيدو هكا واحد المنديل، ونخليه كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو، ومن بعد عاد ندوزو نورقوه. فملي كيختمر ليا العجين وكيتضاعف الحجم ديالو، غادي نحطو هكا على طاوله العمل ونرشها بدقيق الفورس، ونطلق العجين ديالي كله على طاوله العمل. فبعد ما كنطلق العجين كله على طاوله العمل، غادي ناخذ 300 غرام من زبده التوريق تكون بارده جيدا. فإلا احتاجت لكم كاع بغيتو ديروها حتى في المجمد تبردوها وعاد تحكوها ممكن. المهم كتاخذوا ديك 300 غرام ديال زبده التوريق، كتحكوها هكا في الحكاكه الغليظه على الوجه ديال العجين، صافي بشكل متساوي هكا، ونوزعوه حتى بيدينا الا احتاجينا. هاد الزبده هذه نوزعوها. غادي نبدا نطوي العجين كيف مبين، كنطويه وكنعطيه شكل مستطيل. صافي نبقى نطوي هكا بهاد الطريقه هذه باش نتحصلوا على توريق اكثر ومجهود اقل. صافي غادي نطويه هكا ونطلقوا على شكل مستطيل، على الشكل الطول ديالو بهذا المدلك هذا. فنبدا نطلقه بالمدلك وانا كنطوي فيه، كنطلق وكنطوي على شكل ظرف. صافي نطلق ونطوي عاوتاني باش يجيني توريق اكثر كيف قلت لكم ومجهود اقل. صافي غادي نطوي عاوتاني. كنمشي بنفس الطريقه، كنطلق وكنلوي حتى نبسط داك العجين كله ونطويه. صافي بعد ما انتهيت من تشكيل العجين، غادي نديرو في واحد الطبيصيل هكا وندخلو للثلاجه حتى كيرتاح. ضروري البنات ما تدخلوه للثلاجه، تخليو هذا العجين كيرتاح في الثلاجه على الاقل واحد المده ديال نصف ساعه. صافي نغطي عليه هكا بواحد البلاستيك غذائي وندخلو وندوزو باش نحضروا الكريمه ونحضروا الحشو. بالنسبه للكريمه احتاجيت لها ملعقه كبيره ديال بودره النشا او كريمه الحلواني. غادي نضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر. بما ان العجين عندي ما يحلوش فضروري خصني نحليه هكا لشني كيجيونا حلوين. ضفت عليهم كاس ديال الحليب ما يعادل واحد 150 مليلتر، وغادي نضيف نكهه الفانيلا. غادي ناخذ واحد الطراب يدوي وندمج هاد المكونات مزيان مزيان، ونحطهم على يغليو على نار تكون متوسطه. راه معروف كريمه الحلواني كيفاش كتحضر،
بعد ما غلى ليا هذا الخليط هذا وعقاد، ضفت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. صافي غادي ندمجها حتى هي مع هاد المكونات، وغادي نغطي عليهم هكا ونسد عليهم بواحد البلاستيك غذائي يكون ملامس للكريمه باش ما يضربهاش البرد ودير ليا القشر، او تكون واحد الطبقه فوق الكريمه. بالنسبه للحشو ديال الكرواسون احتاجيت ليه جوج بصلات مشلضين، واحد 250 غرام ديال هكا ديال الكفته ديال الدجاج اللي طحنتها غير راسي. غادي نضيف عليه الملح، الابزار، سكينجبير والبابريكا والزيت بطبيعه الحال. غادي نخليهم حتى كيتشحروا هكا وينزلوا شويه. غادي نضيف عليهم جوج ديال الخيزوات اللي نقيتهم وحكيتهم في الحكاكه الغليظه. بعد ما حتى هما نزلوا لي واحد شويه، ضفت عليهم واحد المعدن، واحد الكميه ديال المعدنوس مع واحد فص ديال الثوم. غادي نخلي هاد الحشوه هذه كتشحر ليا وحتى كتنزل ما كيبقاش فيها داك الماء. كاضافه اختياريه غادي نضيف واحد المعلقه كبيره من صلصه الصوجه. صافي نديهم نجيبهم مزيان حتى كيبان ليا البصله والخيزو دبلوا، ما ضفت عليهم حتى شي اضافه اخرى. غادي نخليهم على جنب حتى كيبردوا، عاد ندوزو نعمروا الكرواسون ديالنا. العجينه ديالي حتى هي بعد ما ارتاحت وضاعف الحجم ديالها دائما في الثلاجه، خرجتها. غادي نطلقها على طاوله العمل. كيف شفتوا راني رشيتها بدقيق الفورس باش ما تسخش هكا العجينه في طاوله العمل. فبالنسبه للعجين كنطلقوا واحد شويه، كنبسطو هكا وكنقسموه على جوج ديال الانصاف. النصف غنخدم به لي كرواسون مالحين، والنصف الاخر غادي نحضر به هكا الشنيك. فكيجيو رائعين البنات، كيجيو لذاذ. جربوهم على ضمانتي، شي حاجه اللي ما غتندموش عليها ان شاء الله الا جربتوه. المهم خديت القطعه الاولى ديال العجين، غادي نطلقها على طاوله العمل ونعطيها الشكل المستطيل كيف مبين في الصوره. نبقى نطلقها هكا تنعطيها شكل مستطيل. صافي بعد ما طلقت العجينه غادي ناخذ هكا واحد القطعه ديال البيتزا ونحيد هكا الا بان ليا شي عجين زائد. غادي ناخذ هذا العجين وغادي نقسمو هكا على مستطيلات، وهاد المستطيلات غنقسمهم على جوج ديال الانصاف بهذا الشكل هذا. الصوره كتشرح. صافي بعد ما قطعت العجين ديالي على شكل مثلثات، الحشو هو هذا برد. غادي نضيف عليه هكا الجبن، عندي حتى الجبن. وغادي ناخذ هاد المثلثات ديال الكرواسون، غادي نجمعهم نحطهم على جنب. كيف شفتوا البنات الا خليتوا العجينه قاصحه فما كتقدرش تقطع لينا الزبده وتخرج، فضروري خصكم تخليوها قاصحه باش ما تعذبكمش حتى في الخدمه وتكون النتيجه مزيانه. غادي نبدا نعمر في هاد الكرواسون هادو. كناخذ واحد الكميه ديال الحشو وكنضيف عليها هكا واحد شويه ديال الجبن. صافي نكبر هاد الفتحه هادي وغادي نبدا نطوي كيف مبين في الصوره. صافي نجبد العجينه راه ما كتقطع ما والو. صافي وغادي نحطها مباشره في الصفيحه اللي كتدخل الفرن. نفرشها بقطعه من ورق الزبده او دهنوها غير هكا بواحد شويه ديال الزيت ماشي مشكل، وتبداو تقادو فيهم هاد الكرواسون صالي وحده حدا وحده. بطبيعه الحال كتبعدوهم هكا حيت مازال غادي يختمروا يضاعف الحجم ديالهم. صافي كندير الكميه ديال الحشو مع الجبن وغادي نبدا نطوي هاد الكرواسون هادو. صافي كنطوي وكنجمع داك الحشو باش هكا ما يخرجش ليا. فبعد ما غنتهي من التشكيل ديال الكرواسون نخليهم كيختمروا على جنب، وغادي ندوزو نحضروا الشنيك. خديت العجين ورشيت هكا طاوله العمل بدقيق الفرص. غادي نطلق فيه هذا العجين هذا. صافي نطلقو مزيان. خديت ديك الكريمه بعد ما بردات بطبيعه الحال غادي نفرغها على الوجه ديال العجين. وكاضافه اختياريه هكا واحد الرشيشه ديال الفاني. انا عندي توفرت هذه عندي بودره، ممكن ديروا حتى سكر الفاني هكا باش تعزز لينا داك المذاق ديال الفاني. صافي غادي نبسط الكريم على الوجه ديال العجين كله هكا بواحد لاسباتيل. خديت واحد الكميه ديال الزبيب اللي غسلتها وغادي نرشها على الوجه ديال
العجين. ممكن ديروا حتى الفواكه معسله، داكشي اللي متوفر عندكم. ممكن ديروا حتى قشور البرتقال حتى هما معسلين. المهم داكشي اللي كتفضلوا واللي متوفر عندكم. صافي غادي ندنروا ليه في هذا العجين هذا كيف كيوضح الفيديو. وداك الطرف الاسفل غادي نضغط عليه هكا بالاصبع ديالي وغادي نسدو باش كيجيوني هاد البوده، كيجيني هاد البوده يعني كيتسد مزيان. صافي غادي ناخذ هكا واحد الخويط وغادي نبدا نقطع في هاد الدوائر ديال الشنيك. ممكن تستعينوا حتى بسكين هكا تكون الشفره ديالو حاده تبداو تقطعوا به، ولكن كيبقى الخيط بالنسبه لي انا اسهل وكيحافظ حتى على الشكل ديال الدوره ديال الشنيك. المهم غادي نستمر بنفس الطريقه كنقطع هاد الدوائر هادو. فبعد ما كنتهي من تشكيل الشنيك كنحطهم في الصفيحه حتى هما اللي كتدخل الفرن فرشه ورق الزبده. غادي نضغط عليهم هكا، ضروري ما تضغطوا عليهم هكا واحد الضغط، بسطوهم واحد شويه. غادي نخليهم كيختمروا. بعد ما كيخمروا غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بواحد صفار بيضاء اللي خففتو ماشي بالقليل ديال الحليب، كندير واحد الكميه هكا معقوله ديال الحليب او ديال الماء. بغينا هذا البيض هذا نخفوه مزيان بالحليب باش ما يسدش لينا داك الفيطاج. المهم كندهن لهم الوجه ديالهم، سواء الكرواسون او الشنيك، كندهن لهم الوجه ديالهم بهذا البيض وكندخلهم للفران مسخن مزيان مزيان. ديك 20 دقيقه الاولى حتى كيطيبوا لي، عاد كنقص عليه وكنخليهم هكا كيتحمروا. بعد ما طابوا لي الشنيك خرجتهم. غادي ندهن لهم الوجه ديالهم اما بالعسل او ناباج، انا استعملت ناباج. وغادي نزينهم هكا ب لي زالموند كونكاسي او ايفيلي او حتى الكاوكاو الا عندكم. ولي هما كيطيبوا بنفس الطريقه. بعد ما كيطيبوا ليا راك سمعتوا التقرميشه ديالهم، كنخرجهم وكنزينهم هكا بشويه ديال الجبن، واحد شويه ديال المعدنوس هكا مجفف. فعلا الوصفات كيستحقوا تجربوا، كيجيو لذاذين لذاذين بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم او الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم. كيف شو الكرواسون التوريق ديالها حتى هي. المهم غادي نقسم معكم الشنيك هاد تشوفوا نتوما كي كيجيو من الداخل ولا الكرواسون. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم. شكرا بزاف على حسن المشاهده والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.